يا مساء الفل عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم منى المسلمي. النهارده بقى نعمل شويه سمك بولتي كده تحفه. ولا بقى هنحمر ولا نقلب ريحه الشقه، وفي نفس الوقت هيبقى يعني بصوا روعه. اصلا اللي هيعمله بالطريقه دي يعني بالطريقه دي ويمشي بنفس الخطوات اللي هقوله عليها، متهيألي عمره ما هيعرف ياكل سمك غير بالطريقه دي. احلى بكتير من المقلي، واخف طبعا وصحي، واحلى برضو من السمك المشوي. يعني بجد في الفرن تحفة، ولا خد بقى مواعين كتير ولا غلبة ولا اي حاجة. وعملنا شوية رز برضو جنبه مفلفلين كده، وعملنا برضو سلطات. يلا بينا اوريكم عملت الطريقة الحلوة دي ازاي. بصوا انا هنا ايه اسهل طريقة للسمك هي فرشة الاسنان. شايفين شكله عامل ازاي؟ يعني اكن الراجل والله هو بيفتحه بس، ولا تنظيف ولا حاجة. بصوا في ثانية هنجيب لازم يبقى عندنا فرشة اسنان كده لغسيل السمك. ندعك كده نخلي السمكة معانا زي الفل. يعني بصوا هي انا وريتكم بعد ما خلصتها، بصوا خليتها زي القشطة ازاي. والتانية بقى انتوا كنتوا شايفين طبعا اولها. غسلت التلاتة حلو وبعدين حطيتهم في مصفى. ويلا بقى نعمل التتبيلة. هنا جبت فلفل الوان احمر واصفر واخضر، وتلات اربع معالق توم كبار، وليمون، وايه وقولي تلات، يعني زي ما انتوا شايفين كده، حبة كزبرة قد كف الايد، وربع كوباية خل. اقل لو الخل قوي يبقى اقل، ممكن معلقتين كبار. وهنا هنحط بقى ايه معلقة ده بهارات سمك. حطوا معلقة صغيرة مليانة كده من بهارات السمك، بيبقى حلو قوي في التتبيل. ودي ايه ربع معلقة شطة كده. وطبعا تتبيلة السمك يعني كمون، فهنحط معلقة حلوة كده برضو. وربع كزبرة كده، كزبرة حلوة قوي في تتبيلة السمك. وطبعا معلقة ملح، بس ايه قولي معلقة ونص كده، عشان انا يعني كل الكمية تتبل حلو. ولما تبقى التتبيلة حادقة سنة بتبقى احلى. وحطيت ربع معلقة فلفل اسود، وهضرب بقى كل التتبيلة دي مع بعض. يبقى التتبيلة دي ايه؟ توم، فلفل الوان ممكن نستغنى عنه عادي، ممكن فلفل اخضر بس. توم وفلفل وملح وكمون وكزبرة وفلفل اسود وشطة وبهارات سمك. تمام كده. وطبعا كزبرة خضر. وبرضو لو مش متوفرة تمام، بس كل الحاجات دي بتدي تتبيلة حلوة قوي عشان احنا هندخل الفرن. طبعا السمك ده كبير، انا جايباه كبير كده عشان انا عايزة اعمله في الفرن. هفتحه بقى كده بالسكينة. السكينة لازم تبقى حامية، خدوا بالكم. هنفتح كده يعني نحاول ننزل للاخر عشان ايه السمك يستوي معانا حلو. هنقطع كده على شكل مكعبات علشان التتبيلة تخش جوه كده وتاكلوا احلى سمك. بجد كان طعمه روعة يعني. بجد جربوه والله هتحبوه اكتر من المقلي واكتر من المشوي. حلو جدا وخفيف. ويعتبر ما وسخناش اي حاجة. هي الصينية دي زي ما حتى هنتبل فيها وهندخل الفرن وهيطلع على طول كله في صينية واحدة. هنفتح بقى السمك كده كله بنفس الطريقة. لا يعني عشان ايه وزي ما اتفقنا نوصل نحاول نفتح للاخر كده عشان السمك ده كبير. عارفة لو وسط او كده ممكن يعني ما نضطرش نفتح كده. لكن انا بفتح عشان ما شاء الله السمك كبير كبير جدا. بس بعد ما فتحت كل السمك بالطريقة دي هنروح متبلينه بقى. هنتبل الاول من جوه كده حلوة قوي يعني. لا خلوا بالكوا يعني كل حتة من السمك يوصل لها التتبيلة، راسها وكل حتة، يعني زي ما انتوا شايفين واللي انا بعمله ده. وهنفتح بقى السمكة الفتحات اللي احنا عاملينها دي هندخل. يعني بصوا انا بدخل بصباعي ازاي لجوه، يعني لو طول اعدي من الناحية التانية مش هتأخر. عشان يبقى يعني لحم السمك كده لما نيجي ناكله يبقى ليه طعم. وهتبل بقى كده يعني. خلاص انا كده تبلت من جوه ودخلت معاكم زي ما انتم شايفين من الفتحات دي. اروح عامله على وشها كده وخلاص. وهتبل بقى يعني كل السمك بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. بعد ما هتبل من جوه هروح مدخله في الفتحات التتبيله. وحلوه جدا التتبيله دي. وما حطيناش زيت عشان لو في ناس بتعمل دايت او كده، ما حطيناش في التتبيله زيت، ولا يعتبر السمك هيشرب زيت يعني، ولا هيبقى فيه نقطة زيت.
قلبنا بقى السمك على الناحية التانية من الناحية اللي احنا عاملين لها الفتحات. خلي بالكم فتحات السمبوكسة دي انا عاملاها من ناحية واحدة بس، اللي انا هسوي عليها. تمام، زي ما انتوا شايفين كده. الناحية التانية 3 شرط كده او شرطتين، مش فتحها سمبوكسات كده زي ما انتوا شايفين. وهنا بقى خلصت كل الكمية بنفس الطريقة. هسيبه بقى نص ساعة ساعة مش اكتر، هو السمك ما بيحتاجش تتبيل كتير. وهكون سخنت الفرن على درجة حرارة 220 لمدة ايه يعني، هدخله سخن. تمام. وطبعا هنا عشان السمك كبير انا غطيته، هغطيه ايه 10 دقايق بس. شلت الفويل بعد 10 دقايق، ولعت الشواية اديته 10 دقايق تاني عقبال ما خد اللون، او ربع ساعة. كان في منتهى الجمال. 240 درجة الحرارة او 250 لو فرنك هادي. هيطلع معانا بقى دايب كده وتحفة بالمنظر ده. بجد كان روعة يعني، وخفيف زي ما انتوا شفتوا، ولا حمرنا ولا شوينا ولا قلبنا الدنيا. وطعم السمك كان يعني التتبيلة فعلا روعة. وعملنا شوية رز كده، احنا عاملين الرز قبل كده في فيديو تاني، لو عايزين الطريقة روحوا شوفوها. وبس كده حبايبي، بقى خلصنا فيديو النهاردة. اتمنى بقى تجربوا السمك بالطريقة دي، وما تعملوش غير الطريقة دي عشان الطريقة دي صحية جدا. وعملنا برضو جنبه شوية سلطة كده وشوية طحينة، وبألف هنا وشفا بقى. اشوفكم في فيديو جديد حبايبي، هتوحشوني. باي باي.